لعنة الفراعنة كانت حقيقة، وكان كل هدفها إن هي تحمي ذهب الموتى من اللصوص العمال. تعالوا بقى كده بحكي لكم على أول عملية سرقة حصلت، وهل لعنة الفراعنة حقيقية ولا طلعت في شنك؟ مبدئيا كده لازم تعرفوا إن حياة العمال والحرفيين زمان كانت حياة أحسن اقتصاديا من حياة الفلاح. ولما نقول عمال الموتى يعني عد بقى معاك كام حرفة. عندك الصناعية والنحاسين وبتوع الفضة وبتوع الذهب والرسامين والنحاتين. زيد على ده كمان بيكون في فريق طبي ده عشان يحنط الجثة. وعندك كمان بعض الكهنة اللي بيعملوا حاجة اسمها بقى ايه؟ لعنة الفراعنة. اللعنة دي اللي بتحمي كل الذهب والحاجات دي كلها من السرقة. يعني الموضوع كان كبير قوي في الوقت دوت. تقدر تقول كده ان عمال تجهيز الموتى دولت كانوا هم الطبقة العليا في الموظفين المدلعين اقتصاديا وماديا. لكن الوضع دوت ما طولش كتير وزاد سوء اقتصاديا في عهد رمسيس الثالث، الراجل اللي كان مهتم جدا ان هو يصرف على المعابد، خصوصا معبد امون. لدرجة يا جماعة ان هو كان بياخد فلوس من الشعب ويفرض عليهم ضرائب زيادة عشان يحطها في خزاين معبد امون. يعني بالبلدي كده كان بياخد من الناس الغلابة ويدي الكهنة بتوعه، وده اللي خلاهم ياخدوا كلهم قرار جماعي ويتلموا مع بعض كده ويطلعوا على المكاتب ويقدموا شكوى. كتبوا فيها بقى: ليست لدينا أقمشة ولا زيت ولا سمك ولا خضار. أرسلوا إلى فرعون مولانا الطيب بذلك، وأرسلوا إلى سيدنا الوزير حتى تكون هناك وسيلة لمعونتنا على أن نعيش. لكن للأسف كان في عمال نفوسها ضعيفة، تقريبا 7 من العمال الجوع قرص عليهم جامد جدا، وبقى غصب عنهم يشوفوا الذهب والأحجار الكريمة بتدفن مع الموتى في الأرض وبيوتهم فاضية ما فيهاش ولا أي حاجة. فخدوا قرار خطير جدا إن هم يسرقوا مقبرة من أحد المقابر الملكية، وبطريقة عجيبة قدروا إن هم يخشوا المقبرة دي عن طريق سرداب مقابل من الجهة الأخرى. كان سرداب ده لسه مبني جديد. المهم الجماعة دولت أول ما دخلوا شافوا قدامهم التابوت، شالوا الغطا لقوا صندوق خشبي مغطى بالذهب بالكامل. قرروا إن هم ياخدوا. ما تعرفش إيه اللي حصل أول ما حطوا إيديهم على الذهب، قلبهم اترعب وبقوا خايفين بطريقة غريبة جدا لما افتكروا إن ممكن اللعنات تصيبهم، لأن هم كانوا بيشوفوا وقتها الكهنة وهم بيصلوا علشان يجهزوا اللعنات ديت، والعبارات المنقوشة اللي كانت بتقول: كل من يعتدي على سكني أو يحطم غرفة دفني أو يسحب جثتي فإن قارعة سوف تعاقبه، وسوف لا يورث أملاكه إلى أولاده، وسوف لا يكون قلبه سعيدا في الحياة، وسوف لا يلقي ماء في الجبانة، وسيقضي أرواحه إلى الأبد. طبعا أول ما افتكروا الكلام ده وقروه ففكروا إن هم يهربوا ويسيبوا كل حاجة، لولا إن هم افتكروا إن ولادهم سايبينهم في البيوت جعانة. فكملوا السرقة، وتقريبا كده أصابتهم حالة من الكآبة شديدة لدرجة إن وقفوا يبكوا جامد من كتر الحزن ويصلوا إن الآلهة تغفر لهم عن جريمتهم ديت اللي بيعملوها غصب عنهم. وبعد كده قلبهم استقوا وقرروا إن هم يسرقوا المقبرة فعلا. خدوا كل حاجة في المقبرة لدرجة إن هم فتحوا التابوت وطلعوا الموميا وخدوا التاج اللي على راسها، وكمان قطعوا حتت عشان ياخدوا الخواتم وكل الأحجار الكريمة اللي موجودة في الموميا ديت. وهم خارجين بقى قرروا ان هم يحرقوا المقبرة علشان ما يسيبوش اي اثر ليهم، وفعلا حرقوا المقبرة وخرجوا بكل المسروقات ديت علشان يوزعوها على بعض. لكن اختلفوا على التقسيمة وقامت بينهم خناقة كبيرة. ما تعرفش ايه اللي حصل، فجأة لقوا الشرطة واقفة فوق دماغهم. الشرطة بقى عملت معاهم عقاب شديد جدا، قبضت عليهم كلهم وراحوا للوزير شخصيا علشان يحاكمهم. في الوقت ده يا جماعة القضاء المصري ما كانش عنده حاجة اسمها محامين، فكان المتهم هو اللي بيدافع عن نفسه. العمال طبعا انكروا الجريمه بتاعتهم، لكن لما تمارس عليهم بعض العذابات القاسيه جدا بداوا يعترفوا بكل جرائمهم، اللي كانت الجريمه ديت من اشد واخطر الجرائم في مصر في الوقت دوت، انك تسرق كل ممتلكات مقبره احد الملوك. وطبعا اتحكم عليهم بالاعدام. بس مش هقدر احكي هم ازاي اتعدموا، لان تم اعدامهم بوسائل قاسيه جدا مهينه للكرامه قبل ما تكون مهينه للجسد. وبعد ما ماتوا اتدفنوا برضه بطريقه ما فيهاش اي الكرامه. مراتاتهم وقرايبهم اتشردوا وأسرهم عاشوا تعساء إلى الأبد، وكأني اللعنة اللي قروها اتحققت فيهم وفي ولادهم. ومن وقتها طلع إشاعات كتير إن في لعنة الفراعنة إن هي حقيقية، ومن هنا بدأ المصري المغلوب على أمره يصدق أي إشاعة ويصدق أي حاجة تطلع لتهديد سلام. بكده انتهت حلقة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، وأحكي لكم حكايات تاني عن أجدادنا المصريين القدماء.
السلام عليكم.